ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في الفيديو السنوي والفيديو المنتظر. فيديو كده بعنوان ازاي تاخد جيجا بايتس كتير جدا ودقائق كتير جدا ببلاش حرفيا. كل سنه في هذا الشهر الكريم جميع شركات الاتصالات في مصر بتطلق عروض قويه جدا وعروض كتير جدا. العروض دي في منها اللي حقيقي واللي هتستفيد فعلا منه واللي مجرد ارقام ومش هتستفيد منه باي حاجه. فاحنا في فيديو النهارده بقى وكعاده كل سنه في شهر رمضان الكريم جمعنا جميع العروض اللي نزلت في جميع الشركات وطلعنا منها بالعروض اللي هتبقى مفيده لكل الناس في كل الشركات، والحاجات اللي مش مفيده والحاجات اللي هي مجرد ارقام مش هنتكلم عليها اصلا. وده طبعا يا عزيزي المشاهد علشان ما اضيعلكش وقتك على الفاضي. انا النهارده هقول لك العروض الحقيقيه في كل شركه وازاي تخش تشترك فيها عن طريق الاكواد او الابلكيشن باسهل طريقه ممكنه. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا بفودافون اللي اطلقوا عروض رمضان تحت مسمى كلمه حلوه تغير دنيا بحالها. وعلى فكره يا جماعه فودافون كملت 25 سنه في مصر وانا فخور بجد ان انا بستخدم فودافون من اول ما بدات استخدم موبايل وانا في ابتدائي. وفخور اكتر بقى ان سرعه الانترنت عندي في فودافون ال4 جي دلوقتي ما بتكملش 2 ميجا. والله لو اوريك، والله فعلا يا عزيزي المشاهد انا فخور بهذه الارقام وبهذه السرعه وبشكر فودافون جدا وشبكه ال4 جي كمان فوق كامله. العروض اللي بتقدمها فودافون السنه دي هي 300 ضعف الشحنه، لو شحنت ب 10 جنيه او اكتر هيجي لك شحنات ليك ولحبايبك. طبعا انت بتاخد 50 ضعف الشحنه بس، وال250 ضعف دول تقدر تبعتهم لحبايبك واصحابك وقرايبك. وتعالوا نشوف. فزي ما انتم شايفين الشحنات ب 300 جنيه اللي هم ادوني الرصيد 210 جنيه، وجالي العرض اللي هو كلمه حلوه تكسبك هديه. وبعد كده جالك 300 ضعف الشحنه 50 ليك يعني 15000 وحده، و250 ضعف تقدر تبعتهم ل 50 واحد من حبايبك لهديتك. كلم نجم واحد شباك ب 2 جنيه قبل يوم 17/3. طبعا فودافون لما بتجدد باقه فيليكس بتديك مثلا 13000 ميجا هديه ب 3 جنيه برده. معرفش ليه كل الهدايا فودافون لازم اخدها بفلوس. يعني انا واخد هنا ضعف الباقه هديه بس الضعف ده لمده 24 ساعه. ده برده عرض ملوش علاقه برمضان، ده موجود من قبل رمضان بس قلت اقول لكم عليه. تعالوا كده نجرب ناخد العرض اللي هو ب 2 جنيه ده علشان انا ما اعرفش ليه عرض. يعني المفروض انا واخد هديه اخدها ب 2 جنيه او اخدها بفلوس. طب اديني هديه ببلاش. الهديه جات لنا هي فوق. فدلوقتي كده بيقول لي كلمه حلوه معاك 15000 وحده من كارت الكلمه الحلوه. ممكن تستخدمهم لكل الشبكات لمده 12 ساعه. ده انا كنت بقول 3 ايام والله كاتبين على السايت 3 ايام. انا دلوقتي مش فاهم ليه العرض انا باخده بفلوس وليه لمده قليله جدا 12 ساعه، يومين 3 ايام. ممكن يبقى مع ناس ثانيه اطول من كده، بس ليه رمضان يا جماعه 30 يوم يا فودافون؟ رمضان 30 يوم. ولو كل الشركات عاملين المده القليله ديت انا ما كنتش هتكلم. انما في شركات بتديك لمده 7 ايام وفي حاجات بتاخد عليها شهر كامل في شركات تانية. فالمفروض الهديه تبقى ببلاش زي بقيه الشركات، والمفروض يبقى المده اقدر استخدم فيها الهديه. تاني عرض فودافون بتقدمه في رمضان السنه دي وهو ضعف باقه بلس للانترنت. وتعالوا كده نشوف. هنخش على عروض اللي موجوده تحت عندنا وهنلاقي عندنا دلوقتي طبعا في عروض على فيليكس دي موجوده بغض النظر عن رمضان 19000 بدل 13000. طبعا باقات بلس الانترنت هتقدر تخش عليها من اداره الموبايل انترنت وتوصل هنا لباقات بلس. فهتلاقي عندك باقات بقى من اول 7 جنيه ل 80 جنيه وباقات تانية من 120 جنيه ل 400 جنيه. فعلى حسب ما فودافون كاتبه هتاخد ضعف اي باقه من دول لو انت جددتها خلال شهر رمضان. وكمان هتلاقي عندك برضو في هنا مجموعه من العروض القويه جدا. دي بتبقى مختلفه من شخص للتاني، بس ايا يكن الشخص اللي بيستخدم انا فودافون هتلاقي عنده عروض قويه جدا. زي مثلا لو انت على فيليكس هتلاقي بيديك فيليكسات زياده بدل الفيليكسات الاساسيه بتاعتك. انا المفروض اخد 13000 وهو بيقول لي في عرض خد 19500. لازم تشترك من هنا قبل ما تجدد علشان تحصل على العرض. وكمان على باقات الانترنت مثلا في باقه اللي هي 31500 ميجا ب 150 جنيه بدل 300 جنيه لمده شهرين، يعني عليها خصم 50%. حاول تستغل العروض من هنا. طبعا بقى في مجموعه من العروض التانية مش هنتكلم عليها علشان مش مفيده قوي. انا قلت لكم هقول لكم الحاجات اللي من الاخر او الحاجات اللي انتوا هتستفيدوا منها بس، زي فوازير ومش عارف كتالوج وشويه حاجات كده. يعني لازم تقعد تعمل حاجات عشان تاخد حاجات بسيطه ملهاش اي لازمه. وفي كمان عرض على فيليكس بيقول لك هتاخد واتشت هديه، وكده كده اصلا واتشت موجود من قبل رمضان. تعالوا نروح بقى لوي. والسنه دي في رمضان برضو بتقدم عروض حقيقيه وعروض يمكن الاعتماد عليها زي السنه اللي فاتت. وركز معايا بقى يا عزيزي المشاهد. لو انت شحنت ب 10 جنيه واكتر عن طريق وسائل الشحن الرقميه زي الابلكيشن بتاع ماي وي فانت هتاخد 200 ضعف الشحنه، وال100 الباقيين هيبقوا عباره عن كود تقدر تبعته ل5 من اصحابك. كل واحد فيهم هيستخدمه هياخد 10 اضعاف الشحنه، وكل واحد فيهم هيستخدمه انت كمان هتاخد 10 اضعاف الشحنه على كل استخدام ليه من اصحابك. فكده 200 ضعف الشحنه ليك و50 ضعف لاصحابك و50 ضعف ليك انت كمان لما اصحابك يستخدموا الكود اللي انت هتبعته لهم. طبعا 200 ضعف الشحن ده مش رقم قليل. انت مثلا لو شحنت 200 جنيه هتاخد 20 جيجا. الحاجه الثانيه بقى انت لو شحنت ب 10 جنيه واكتر عن طريق وسائل الشحن العاديه يعني كروت شحن او فوري او اي حاجه من الحاجات ديت وما استخدمتش الابلكيشن في الشحن فانت تاخد 100 ضعف الشحنه بس مش 200 ضعف الشحن. وبرده بالاضافه ل5 من اصحابك تبعت لكل واحد 10 اضعاف الشحنه وانت تاخد 10 كمان، فكده هيبقى الاجمالي 200 ضعف. فانصحك ان انت تشحن من الابلكيشن عشان تاخد 300 ضعف كله. اما بقى لو شحنت ب 30 جنيه او اكتر عن طريق الابلكيشن بتاع ماي وي فانت هتاخد 235 ضعف الشحنه بالاضافه لاثنين من صحابك تقدر تبعت كل واحد فيهم 10 اضعاف الشحنه وترجع لك برده انت تاني. ف 20 جيجا ببلاش وهديه لكل 100 جنيه او 10 جيجا لكل 50 جنيه.
فده يعتبر رقم كويس. والاحسن من ده ان هم لمده 7 ايام تقدر تستخدم فيهم بقى الجيجات الاضافيه ديت او الهديه ديت براحتك، مش 12 ساعه ولا يوم ولا يومين ولا الكلام ده. طبعا بيبدا يستخدم من الهديه الاول، وبعد ما تخلص يخش بقى على الباقه بتاعتك او النظام بتاعك. العرض اللي بعد كده بقى والوي بتقدمه هو ضعف باقه الموبايل انترنت لجميع عملاء وي جولد. وي جولد طبعا هو نظام البوست بيد او نظام الفاتوره بتاع شركه وي. كل اللي انت هتعمله هتتصل بنجمه 1 شباك، وهتاخد ضعف عدد الجيجا بايتس بتاعتك طول شهر رمضان، مش بقى اسبوع ولا 3 ايام ولا الكلام ده كله. العرض اللي بعد كده بقى هو ضعف باقه نايترو بتاعت الموبايل انترنت والماي فاي. فدلوقتي سواء انت كنت عميل دفع مسبق او عميل فاتوره وجددت باقه نايترو خلال شهر رمضان، هتاخد ضعف الباقه. وعشان تاخد العرض ده لو انت عميل دفع مسبق هتتصل بنجمه 901 شباك قبل الاشتراك، او التجديد هتتصل بنجمه 3 9 شباك، ولو انت من عملاء الفاتوره هتتصل بنجمه 3 8 شباك. والعرض ده ساري معاك لمده 28 يوم، تقدر تشترك فيه مره واحده بس طول شهر رمضان. العرض بقى اللي بعد كده هو ضعف باقات كنترول طول شهر رمضان. فدلوقتي لو انت اشتركت في سوبر كيكس او كنترول تظبيط او جددت سوبر كيكس او كنترول تظبيط، هتاخد ضعف الباقه بتاعتك. وعشان تشترك في العرض اتصل بنجمه 701 شباك قبل تجديد الباقه. والعرض ده برده متاح طول شهر رمضان، وتقدر تستفيد بيه مره واحده بس، واولويه الاستهلاك بتبقى للباقه الاساسيه وبعد كده الباقه الهديه. والهديه متاحه معاك برضو على طول، مش لمده قليله بس. وتعالوا بقى نروح لعروض اورنج في رمضان السنه دي. واول عرض هو 300 ضعف الشحنه، وتاني عرض هو ضعف باقه فري ماكس، وتالت عرض هو ضعف باقه جو. طبعا هم مش كاتبين 300 ضعف الشحنه، هم كاتبين لحد 300 ضعف. طب ايه هيبقى بكام وايه هيبقى بكام؟ مش كاتبين. وده يعني دي مشكلتي مع بقيه الشركات، ليه مش كاتبين كل التفاصيل؟ ليه بقى اتفاجئ بيها لما اجي اشترك من الرساله اللي هتجيلي في الاخر؟ فتعالوا نشوف ال 300 ضعف دول هيبقوا فعلا 300 كاملين ولا ايه، والمده قد ايه العرض ده لما انا اخده. خلي بالكم انتوا لو دخلتوا كده على الابلكيشن بتاع ماي اورنج هيجيب لك هنا بقى العروض بتاعتك. و طبعا هو في حاجات كتير، يعني فطارك وسحورك وطلباتك وشويه حاجات كده ومسلسلات. احنا خلينا في المهم، انا قلت لكم مش عايز اطول وقت الفيديو على الفاضي. فانت عندك 3 عروض اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، اللي هو خصم 50% على باقات جو، ودي مش عارف الصوره بتاعتها مش ظاهره ليه. لو جيت احصل على الهديه فانا ممكن مثلا اخد باقه جو اللي هي ب 60 جنيه ب 30 جنيه لمده 3 شهور، وده عرض جامد جدا وقوي جدا وممتاز. 3 شهور يعتبر حاجه كويسه جدا، انا شايفه حاجه جامده جدا. والعرض اللي تحتيه ده اللي هو ضعف باقه فري ماكس، او ايا يكن الباقه اللي انت مشترك فيها من فري ماكس ايا كان سعرها، هتاخد ضعفها لو اكدت الاشتراك في العرض ده. فده برضو يعتبر حاجه قويه جدا وكويسه جدا. حتى الان اورنج عندها عرضين كويسين جدا، لازم تخش على الابلكيشن تستغلهم قبل ما تجدد سواء باقه جو بتاعتك او سواء فري ماكس. وعندنا بقى اللي هو الكارت الكبير، بيقول لك احصل على لو شحنت ب 12 جنيه، اللي هو الكارت الكبير ده ب 12 جنيه، يعني لو شحنته هتاخد 3600. فانا فعلا شحنت الكارت ده، او مش شحنت الكارت، انا شحنت 12 جنيه عادي بالكريدت كارد بتاعتي. ومش محتاج انت تخش على حاجه قبل ما تشحن، انت بس تخش اشحن رصيد عادي جدا. وهتيجي هنا تقول له احصل على الهديه، هيقول لك مبروك كسبت 3600 وحده هديه رمضان، المكالمات والانترنت علينا. هقول له تاكيد. المفروض كده انا دلوقتي هاخد مبروك جالك هديه رمضان. لو جيت هنا في الجزء بتاع الوحدات ديت ودوست له اداره، هلاقي هديه رمضان 3600. ففعلا يا جماعه 300 ضعف الشحن، ده رقم قوي جدا وكويس جدا. انت لو شحنت ب 100 جنيه هتاخد 30 جيجا بس. قد ايه بقى 30 جيجا دول؟ لحد يوم 16، يعني 16/3. وانا اصلا بصور الفيديو ده دلوقتي النهارده 16/3، فانا مش عارف هو لحد اللحظه اللي انا فيها دي ولا ايه. ده معناه ان هو لحد الساعه 12، يعني انا بالظبط فاضل لي ساعتين من دلوقتي، الساعه 10 اهي، فاضل لي ساعتين والحق بقى اخلص فيهم الجيجات الهديه بقى اللي انا خدتها، او 300 ضعف الشحن دول. طب ما في شركه ثانيه اهي، شركه وي، هي مديها لمده 7 ايام، انتوا ليه و300 ضعف الشحن برضه؟ يعني ليه تزنقني في 12 ساعه؟ يعني فودافون زنقاني في 12 ساعه واورنج في ساعتين. بص يا عزيزي المشاهد، لو انت اورنج تستفيد من العرض ده لو انت عايز تعمل داونلود لحاجه، يعني تشحن بقى مثلا قبل ما تجدد باقتك مثلا ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، تاخد لك 30 ولا 60 جيجا تعمل بيهم داونلود لحاجه في نفس اليوم اللي تاخد فيه العرض علشان تلحق. انما غير كده مش هتعرف تستفيد بيه على المدى الطويل. اللي هتستفيد بيه فعلا على المدى الطويل وقوي جدا زي ما قلت لك ايه العروض اللي هي بتاعه تجديد الباقه، انت تاخد بقى ضعفها، تاخد عليها خصم 50%. ممكن كمان تخش على هنا على العروض كده من هنا، وهتلاقي عندك بقى هنا مجموعه من العروض. ممكن تخش على عروض الانترنت، هتلاقي هنا شويه عروض حلوه قوي. يعني الانترنت ضعف الباقه بتاعت جو 50% على باقه الانترنت اللي هي ده العرض اللي كان موجود في رمضان اللي هو على الشمال ده ب 30 جنيه بدل 60. في ضعف باقه جو اللي هي 36 جيجا ضعف هتلاقي شويه عروض حلوه، يعني هتلاقي شويه عروض للباقات وهي لمده 3 شهور كمان، يعني حتى مستمره معاك لبعد رمضان. وهتاخد ضعف باقه المكالمات بتاعتك فري ماكس مثلا او ايا يكن. فالجزء بتاع ضعف الباقات جميل جدا. الجزء بتاع الشحن اتمنى حتى يعني كنت اخليه حتى
5 ايام، يعني خليه 4 ايام، انما يوم صعب قوي. وتعالوا بقى نروح لعروض رمضان من الاتصالات اللي تحت مسمى الساعات الحلوه ما بتخلصش. وكالعاده طبعا على السايت مش مكتوب تفاصيل كتير عن عدد الميجا بايتس او الجيجا بايتس اللي انت هتاخدها هديه لما تشحن او تتصل بنجمه 011 شباك زي ما هم كاتبين، وعاملين شويه حاجات كده واشتراكات مجانيه جوي تي في مش عارف ايه. ولكن انا النهارده طالع اقول لك الحاجات الفعليه اللي هديك انترنت ودقايق زي ما قلت لك في اول فيديو. مش عايز اطول لك الفيديو على الفاضي، وانا بقول لك الحاجات فعلا المفيده. فتعالوا بقى نخش على الابلكيشن عشان نشوف لو شحنا هناخد ايه الهديه، عشان طبعا هو مش مكتوب على السايت. طبعا انا جربت اشحن عشان اعرف. وانت مثلا لو دخلت على اشحن الان كده هتلاقي بيقول لك اكسب حتى 30 ضعف الشحنه، وليه قسائم شراء واونلاين ومش عارف ايه. فانا شحنت 15 جنيه تقريبا عشان اجرب. هتخش من تحت كده على عروض 011 نجمه 011 شباك، وهتلاقي عندك تحت كده حاجه اسمها هدايا الشحن. فهتلاقي بالك عرض رمضان. طبعا هو بيظهر عندي لان انا شحنت رصيد، المفروض بقى 30 ضعف الشحنه اللي انا اخدهم دول، يعني تقريبا 450 وحده او 450 ميجا. انا دلوقتي عملت استبدال للعرض. طبعا العرض ما اشتغلش معايا لسبب انا ما اعرفوش، يعني انا دلوقتي بختار هدايا الشحن وبختار عرض رمضان واقول له استبدل، بيدخل ان انا اشحن تاني. فمضطرين ان احنا نشتغل بالكود اليدوي اللي هو نجمه 011 شباك. طبعا في اورنج شباك 012 شباك لو انت مش عايز تعمل حاجه من الابلكيشن، يعني هتختار عروض الشحن ومنها عرض رمضان، تقول له اشترك وهيعمل لودنج ويقف كده برده زي ما حصل دلوقتي. ما اعرفش العرض مش عايز ينزل ليه، ولكن نزل تمام. عرض رمضان يا جماعه نزل، بيقول لي ميكس عرض رمضان. تعالوا كده بقى بصوا معايا. الله، ميكس عرض رمضان خدت 75 وحده بحالهم على 15 جنيه اللي شحنتهم. هو عموما العرض حتى 30 ضعف الشحن، هو مش كل الناس تاخد 30 ضعف الشحنه، وده عرض اصلا موجود من قبل رمضان بس هم غيروا اسمه خلوه عرض رمضان. كل ما تشحن اكتر كل ما هتاخد اكتر لحد ما توصل ل 30 ضعف، اللي هم برده يعتبر رقم قليل مقارنه ببقيه الشركات. ده لحد امتى؟ ده لحد برده 16/3/2024 اللي هو لحد ساعتين من دلوقتي، او ممكن تبقى 24 ساعه. ف اتصالات مش اجمد حاجه السنه دي. وبعدين دلوقتي بيقولوا انت معاك ساعه سوشيال ستريمنج برده لحد يوم 16/3 اللي هو لحد النهارده. مش عارف برده عمل ايه بالساعه ديت. وطبعا شويه كوينز بقى وشويه العروض بتاعه رمضان واستبدل ايه وخد ايه وبرنامج ايه. مش ده الحاجات اللي يعني اللي انا ببقى متحمس ليها قوي في رمضان، زي الانترنت الكتير والدقائق الكتير اللي بتحصل. طبعا ده ما يمنعش ان اتصالات عندها عروضها القويه. النهارده بس بتكلم عن عروض رمضان، انما اتصالات اصلا عندها عروضها القويه من قبل رمضان. انت عن طريق الابلكيشن بتاع اتصالات بتاخد عروض كتير. ولو دخلت حتى دلوقتي الخدمات، لو انت جيت تغير مثلا النظام بتاعك، جيت تشترك مثلا على دماغ تانية، فانت هتاخد ضعف باقه دماغ تانية اول شهر. وده عرض اصلا موجود من قبل رمضان مش موجود في رمضان. ولو اشتركت في باقات حكايه هتاخد ضعف باقات حكايه لو انت كنتش مشترك فيها. فانا بقول اتصالات مش جامده او عروضها مش جامده في رمضان، ولكن هو على مستوى العروض بشكل عام من قبل رمضان ففي عروض قويه وفي حاجات كده كانت تنزل لك نجمه 011 شباك. فملخص هذا الفيديو يا عزيزي المشاهد، رقم 1 في عروض السنه دي هي شركه وي، لان العروض بتاعتها صريحه. ولو دخلت على السايت هتلاقي كاتب لك قائمه كامله بكل التفاصيل، ولو شحنت ايه ولو اللي هيترحل وتدي ايه لاصحابك وهيتبقى لك كام. كل حاجه واضحه وكل حاجه الايام تقدر تستخدمها فيها. ده بالنسبه لعرض الشحن. حتى العرض اللي معمول للبوست بيد او الفاتوره معمول لمده شهر كامل وضعف الباقه. حتى باقات الانترنت او باقات الكنترول او الحاجات ديت برضه هتاخد عليها ضعف الباقه. فهي نازله كده باكج من العروض في رمضان يعتبر قوي جدا. وطبعا باستثناء عروض الانترنت الارضي اللي هو ضعف باقه الباقه الاضافيه اللي اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. يليها من وجهه نظري اورنج. يعني اورنج زي ما انت شفتوا كده في الجزء اللي اتكلمنا فيه، بتديك 300 ضعف الشحن ما بتلحقش تستخدمهم، ولكن فعلا عاملين عروض قويه جدا على الباقات نفسها. تاخد 50% خصم على الباقه او ضعف الباقه، سواء بقى باقات جو الانترنت او باقات بقى فري ماكس او كده تاخد ضعف الباقه. وكمان في باقات جو بتاخدها لمده 3 شهور، فدي يعتبر عروض قويه جدا. وانصحك تلحق لو انت اورنج تلحق تشترك في عرض من دول علشان تاخد 3 شهور بخصم او بضعف الباقه. بعد كده بقى فودافون واتصالات. فودافون بتديك انترنت كتير بس المده قليله جدا، في عرض 300 ضعف بتاع الشحن ده ما بتلحقش تستخدمه. اتصالات برضه نفس الكلام. اتصالات لو دخلت تشترك دلوقتي على حكايه او دماغ ثانيه تاخد ضعف الباقه، بس ده حاجه من قبل رمضان. فودافون زي ما هم كاتبين لو اشتركت على باقات بلس او جددت مثلا باقه فيليكس هتاخد على فيليكس اكتر، هتاخد على بلس الضعف. هتقدر ممكن من خلال قائمه العروض اللي تحت في فودافون تاخد خصم 50% لمده شهرين على باقات الانترنت، بس دي برضو حاجات موجوده من قبل رمضان. من الاخر يا جماعه عشان ما اطولكوش خاتمه هذا الفيديو اللي انتوا كده كده شفتوه وعرفتوا تفاصيله، عرض اللي هو الشحن 300 ضعف و200 ضعف و400 ضعف والكلام ده كله هو المده قليله جدا ما تلحقش تستخدمها، باستثناء شركه وي هي اللي مظبطه لك على اسبوع، فده تقدر تستهلك فيه الضعف ده. عايز تستفيد بجد بقى من رمضان السنه دي في العروض والباقات، خش بقى على الجزء اللي هو بتاع ضعف باقات الموبايل انترنت او ضعف باقات بقى المكالمات والدقايق وفيليكس وكنترول والكلام ده كله. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.
hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it